اتخذته في حياتك؟ معذبنا أبو تميم. يا مرحبا يا ربي. وش القرار المصيري اللي اتخذته في حياتك؟ القرار المصيري اللي اتخذته في حياتي اني حلفت ما عاد اسلف ابن امه حتى لو كان اخوي ولد امي وابوي. اي والله يا ربي. يا انك تعطيه من حرمانك جماله ولا لا. وش المشكله اذا قلت لا؟ لا ما راح اسلفك. تبيها خذها، اما سلف لا ما راح اسلفك. ليش؟ لانك تخسر خويك ورفيقك اللي سلفته على شيء تجلس لك انت فتره تطارد وراه. المبلغ اللي انت مسلف اخويك بتطارد وراه ثم بتصير جماله نقعده ما عاد تدري ايش يصير. تؤمن بالله يا غازي اني مسلف رجال بيني وبينه 10 عمر نص مليون. والله اليومك هذا اني ما شفتها. نص مليون؟ اي والله. طلعت جمالتي نقعده ما عاد ما ادري وش تسوي فيه. انا اروح اشتكي في المحاكم، انا اسكت واخليها تمشي عشان الزاد والملح اللي بيننا. ما عاد ادري ايش اسوي. أبو عمر باخطيب، وش القرار المصيري اللي اتخذته في حياتك؟ أنا يا أبو ربيع آخر قرار مصيري اتخذته إني أقطع علاقتي مع رجال الأعمال. يعني في بداية يعني ما دخلت 20 كذا ودي أصير رجل أعمال. احتكيت برجال أعمال كثير، أطلع معاهم أشوف يجتمعون اجتماعات وأنا ما عندي شيء، ما أضحكهم أو أنسهم، أسلوبي العادي اللي تعرفونه، بس أخرج بدون فايدة. يعني بلا ناقة ولا جمل، رجع بخفي حنين، ما عندي ولا حاجة. ويروحون ويتاجرون وهذا، وأنا ودي أصير بس ما أعرف. بعد 4 سنوات والوالد يوميا يا محمد أنت إيش قاعد تسوي؟ إيش النتيجة؟ ما غير تضيع وقت، ما غير يضحكون ويسافرون وأنت قاعد بلا هدف. فعلا قاعد معهم بلا هدف. وأنا يعني عقليتي ذاك الوقت إني أنا خاوي التجار تصير تاجر، لكن ما أعرف أجيب بيعة مع اللي ما ياكل بيمين وما يشبع. أما أنك تنتظر شرها من فلان، تنتظر التاجر مثلا يحن عليك ولا حاجة، ترى ما راح تستفيد حاجة. هم يضحكون معك ويتونسون وهم ما يلام. شوف أنا ما لهم رجال الأعمال والتجار. ليش؟ لأن هو يبغى أي أحد يفرغ ضغط الشغل اللي هو فيه، بيفرغوا على هذا الرجال، يضحكوا ويونسوا ويطقطقوا. والله يا ابو ربيع يا شين الرجال اللي لا خاوة تجار يخاويهم كلهم رجال اعمال وهو عليه ايقاف خدمات، ينتظر حنيه من فلان. هذا حط امله في البشر. يا انك تضرب بيمينك تشتغل، اما انك تخاوي تراك ماشي في خط غلط. واسال واحد سلك هذا الطريق. يعني انا يعني أنا عن جهل سلكته. ما أقول لك إني أنتظر شر، بس أبغى أصير تاجر، بس ما أعرف خط التاجر هذا ما دلني إيش خط البداية. ما قال لي يا محمد هذه روح هذا المشروع وابدأ كذا. حصل إيش؟ حصل شيء، حصل ونسة، حصل طقطقة، حصل سواليف. لذلك أنا قررت قرار إن ما أعطي أي أحد من الوقت، من الجهد، من الفلوس، ما أعطي أي أحد من عندي إلا إذا حصلت فيه فايدة. أما إني أعطي وما أحصل، هذا انتهى بالنسبة لي أنا. ابن مشيب، وش القرار المصيري اللي اتخذته في حياتك؟